طب شنو هي؟ تشكي باك. خصني نرجع الصورة ديالي بعدا الأولى مع المغاربة كلشي يعرفني، وديك الساعة غنبداو نطردقو في الفلوس. فهمني أنا فهم، خاصك تفهم لي زيطاب اللي باغي ندير، فهمتي؟ السلسلة ماشي مشكل، فهم المشكل اللي باغي ندير أنا. نعرف الفرق هنا الدنيا المرأة وتعيط اليوم كتشكي، ما كانت كتسحر واقيلا ولا كانت كدير شي حاجة. دابا غنخرج بواحد الفيد. دابا شوف، دابا السلسلة اللي عندنا الجديدة هي أنا والمرأة عاد حكموا في فرنسا. ما تبقاوش غتقولوا لا السلسلة ديالنا غناكلو بها الخبز وغنجيبو لها جربوا يزابو الحاجه تبقاو تهضروا. كما دار المهم ميلودي ولا كيقول لك واحد المثل اللي دارها بيديه كيوصل. وهذا المثل هذا هو اللي كينطبق دابا على الفنان او الكوميدي، وكاين اللي ما غادي يعتبروا لا فكاهي لا فنان، واللي هو عبد الفتاح الجوادي. عبد الفتاح الجوادي وقبل رمضان وفي الوقيته اللي كتكون فيها الخدمه اللي كدوز في رمضان غادي تواصل مع واحد القناه اللي بدورها غادي تكلفو غادي تعطيه شي فلوس اللي غادي يعطيها لشي ناس باش يصايبوا واحد السلسله. وهنا فين غادي يطرا واحد المشكل، صاحبنا ضرب دوك الفلوس لراسو وما عقلش على الناس اللي معاه وسمعوا معاه. وكنطلبوا من هذا السيد كيف قال هو غادي يرد لينا الاعتبار والكرامه ديالنا هي الاولى امام الشعب المغربي كامل، ويعطينا المستحقات ديالنا ما نقصوش منها ولو ريال. علاش؟ لان هذه خدمتنا وحنا هذا الشيء باش كنخدموا باش كنعيشوا. فيكفي جابنا حتى لسيدنا رمضان ولحنا، ويكفي دابا هو سيدنا العيد الكبير ان شاء الله على الابواب، وحنا باش غادي نعيشوا لدنا هذا السيد رزقنا. دابا هذا السيد هذا شنو قال مع راسو؟ حيت هو مكلف يعطي الفلوس غير لثلاثه الناس، قال صافي هاد الناس غادي ندمسهم غادي تمشي على عينهم ضبابه. ولكن وقفوا ليه عظم ودخل معاه الصاد ديال بصح ولا شايف راسو غادي للحبس. وكيف ما كنقولوا كاملين كبرهات الصغار تبعوا المسطره ديالهم حتى الاخر ورفعوا دعوه للوكيل المالي، وعندهم الحق في هذه القضيه هذه، واتهموه بالابتزاز والنصب والاحتيال. اذا اللي لعب امه راه مشات لها تقريبا 4 المليون، الوليد اللي داير الكاستينغ ديريكتور دو كاستينغ كيتسال شي 3 المليون، انا كنتسال 6 ديال المليون. فمشينا درنا شكوى للقضاء. المهم القضيه عنده حامضه ديال بصح، هادشي اللي غادي يخليه يقلب على السلم والسلام. وسمعوا معايا شنو قال. كنطلب منهم السماحه وكنقول لهم سمحوا لي ان شاء الله، وان شاء الله غادي يكون كل شيء ان شاء الله يكون بخير. غادي ناخذوا المستحقات وغادي نضحكوا وغادي نديروا شي حفله، وعلاش لا ما نجيبوش شي حلوه ونحتفلوا ونديروا احنا غير ضحك ان شاء الله باذن الله. وضروري لان الانسان اللي ما كيعترف بالخطا ديالو اش بغيت تكون في هذه الدنيا؟ شكون انت، فرعون ولا ما ممكنش. ورغم هذا الشيء كامل الاخوان هاد الممثلين اللي دار لهم هذا الشيء بغاو يتعاطفوا معاه وبغاو يتعاونوا معاه، ولاو كيطلبوا منه حاجه وحده انه يرد لهم رزقهم. جا القهوري حنا فيها قلت له انا شوف انا نهضر مع الممثلين دابا قدامك كل واحد يحيد لك شي شويه، وانا من عندي غنحيد لك 2 مليون تبقى لك 4 المليون، ويعتذر منهم امام الملأ وامام الشعب المغربي. والقضيه فاش دخل فيها وكيل الملك الكوميتي فتاح جوادي راه دخل الان المحكمه يمثل الان امام انظار السيد الوكيل من اجل هذه القضيه الشائكه. السيد تبدلات نبره الهضره ديالو ولا كيقلب غير على الصلح والاعتذار، وانتم احبابي وانتم صحابي زعما الحبس وتاي ربي. ولكن دابا بيني وبينكم الاخوان شوفوا معايا كيفاش كيهضر بقوه التلفه اللي شاداه، راه ولا كيخربق وما بقى عارف راسو اش كيقول. السيد هو اللي جاي كيطلب السماحه ولا تيقول راه هما عيطوا ليا باش يطلبوا السماحه. هما اللي داروا بادره صلح باش ما نبقاوش هو داروا بادره صلح يعني، وكانوا رغم انني كنت يعني معاهم فاض وكنت يعني وتعاملت معاهم معامله. انت اللي بادرتي بالصلح فتاح؟ لا قبلنا البادره ديالنا. لا انا بادرت بالصلح انا بادرت بالصلح، ولكن هما قبلوا ذاك الصلح. احنا قبلوا المستحقات ويخرج الاعلام ان شاء الله. انا بعدا والله ما تيقت هاد الهضره كامله اللي كيقول، والعلم لله. وبالنسبه للكوميديا وهذا كيبقى واحد الراي الشخصي ديالي، انا هاد السيد ما كيضحكنيش، واي واحد كيدير في راسو الضحك باش يضحك راه ما كيضحكش. الضحك راه فن. ومن مور هذا الشيء كامل وهذا الهضره كامله اللي قال السيد، شوفوا معايا التباري شنو غادي يخرج يقول. قال لي انا ما عندي حتى ريال وانتم راكم الصاد بحال هكا. فملي سمعنا ذاك الكلام وكلام خير كل واحد فينا ناض، المحامي ديالو ناض مشى في حالته، المحامي ديالنا تا هو ناض مشى في حالته، انا حتى الحويجات ديالي وجيت في حالتي. ولكن كيف ما كنقولوا الاخوان الشيخه عمرها تنسى هزت الكتف، دار فيهم دوره ديال الزمان وعاود ثاني رجع لنفس القضيه وخلاهم حتى بردهم وغادي يتسامحوا، وفي الاخر قال لهم راه ما عندي ما نعطيكم. والاشكال اللي كاين هنا ان الوكيل فاش دخلوا عنده كاملين
واتفقوا على ان هذا السيد غادي يرد لهاد الناس رزقهم، راه دار معاه 19 اللي هو اليوم باش انه يرد الناس رزقهم. وبينة القضاء يعطاهم ان شاء الله اخر يوم عنده هو نهار 19. الكلمه تكون عند القضاء. وراه غدا تقدروا تسمعوا عاوتاني واحد الفضيحه ديال الفنان طا 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 وتم اعتقاله، ولكن اللي دار الذنب راه كيستاهل العقوبه. راكم سمعتوا دابا الاخوان شنو كان كيقول على هذا الشيء كامل، وكيبان لي انه ما خايلش اصلا هذا الشيء بجديه. انا كيبان لي هذا السيد كيف ما هو كيقول على راسو انه كوميدي، راه هذا الشيء هذا راه خايدو بالهزل. هذا الشيء اللي بان لي. شوفوا هذا السيد هذا اللي حدا شنو كيدير. وهاد فاطمه الزهراء الصحفيه حتى هي كتعطي شي اسئله في شي اوقات محرجه. نقول واحد الحاجه، غتمشي تخلص مول الشوا اللي ما خلصتيش. لا انا ما كنتش عارف، وانا حيت نسيت. حتى قال لي ملي تلاقيت مع حمزه قال لي راه فعلا راه نسيناه، وكان معايا هو وهاد الاخت ديالي بارك الله فيك. السيد راه ما تيخلصش حتى الناس اللي كياكلوا عندهم، بقى غير يخلص هاد الناس. الانسان كينسى. شحال من مره انا كنمشي حتى كيعيط لي شي واحد كيقول لي راه نسيتو. الله يحسن العون. ما الانسان ما تيعرفش داكشي اللي قال لك هو قال لك هو كينسى شحال مره كياكل وكيزيد حتى تيعيط ليه بنادم تقول اجي راك ما وعاد تيتفكر وتيخلص. هادشي اللي كاين. ايوا واش غدير؟ ولكن بيني وبينكم الاخوان، وهذه ديروها حلقه في ودنيكم، ان الطماع شكون اللي كيغلب عليه؟ هي هذيك الكذاب. هاد السيد هذا اللي كان كيدور في راسو بحال هكا، اجي تسمعوا معايا واحد التصريح شنو غادي يقول للصحافه وبشنو كان موعدو عبد الفتاح الجوادي يدير معاه من بعد. صافي من بعد ملي عاودت ليه الظروف غادي يقول لي اسكت ما تقولها حتى شي واحد، غنشري لك بارت. بعد ما قال البارتما قال لي غندير عرض في الصبليون كامل وغنديك معاه حتى عندك لاكارت دارتيست، غنصايب لك الوريقات ونديك معاه. قلت له صافي الله يحفظك افتح. قال لي غنحيدك من المغرب كون هاني. من بعد قال لي راه عيط لي وزير الثقافه راه غيدير عرض في المغرب كامل، راه يعطيني واحد الشاكن فيرسي وغنتهلا في الفلوس كون هاني. وكيف شفتوا معايا الاخوان، هاد السيد اصلا حتى هو راه تيبان شويه مزاقيش، ولكن الطامه الكبرى الاخوان ان عبد الفتاح الجوادي وبراسو كيقول لك انه كاري غير بيت مع الزوافريه. كيفاش ليه انه يشري لهذا السيد بارتنر؟ كاري بيت مع الجيران، ما فيهش لا تلفازه لا وسائل راحه. واش فنان مغربي يكون ساكن في بيت؟ شوف كاري بيت مع الناس مع الجيران مع الزوافيه. شوف وحوايجي اللي اللبوس حاطهم عند الاخت ديالي. بعض المرات ما كنلقى ما ناكل، يعني بعض المرات ما كنلقاش قهوه، فلوس قهوه ما عندي. وهاد لافير كامله كون ما كانش فيها هاد السيد اللي هو التباري كون محال اصلا واش تسمع الصوت ديالو. هنا الاخوان غادي نعرفوا حاجه واحده، ان عبد الفتاح الجوادي ماشي بوحدو، وان هذا المشكل هذا اللي طاري هذا السيد حتى هو معاه فيه. علاش؟ حيت هذا السيد هذا طمع، ولا تيقول ليه عبد الفتاح راه غندير لك غنفعل لك، هو بالدور ديالو ولا كيعيط للناس وتيقول لهم جيو تخدموا، وفاش الناس كيسولوا على فلوسهم كيبدا يطاكي غير بالكذوب على عبد الفتاح. صافي وليت كنجيب الناس فابور، وليت كنجيب الناس واخا ما يتخلصوش يبقاو يدوروا فيا انا ونسمع الهضره انا، ديك اللعيبه ديال كميه كنقول راه الفتاح راه قال لي ما كنبقى نشوف بالعينين ديك الصليون ديك البارطمان عرس في المغرب كامل. ها اللي قلنا. اذا راه هذا السيد حتى هو مشارك معاه في هذا النص، وباش نكونوا واضحين ونعطيو لكل واحد حقه. السيد سمع بارطما وغيمشي لاسبانيا او لا باغي يخدم كلشي فابور. وعلى ما كيبان ليا الاخوان في هذا لافير ان عبد الفتاح راكبه. اول حاجه ما عندوش باش يخلص، واصلا عنده سوابق قضائيه واخا ماشي في المغرب، المهم عنده سوابق. شكون اللي اتهمك بالاغتصاب؟ هذيك سمعت صوت الليل ما مركتيش، حنا ما عندنا اللي حكمنا. الحمد لله تسوات حتى بولونيا حتى هي اتهمات بالاغتصاب. هاد السيده الاخوان من الهضره ديالو راه كيبان ما صافيش وباين مزبلها شحال من حاجه، وهو حتى من بنته كانت غاديه معاه باش تشهد معاه صدقات شهاده ضده. واش هاد السيد هذا كاع هاد الناس كيشهدوا ضده؟ والمشكله مدوا لي ديك 72 48 مدوا 72 البنت اللي ديتها باش نداوي لها عينيها بنتي شهدت فيا بانني 10 سنين وانا كنضرب. ودابا الاخوان غادي نديروا واحد المقارنه ونشوفوا هذا السيد هذا واش فيه الثقه ولا لا. سمعوا معايا دابا شنو تيقول على هذا السيد. الانسان اللي كيقمر بعدا ما تثقش فيه. انسان 74 عام عمره ما صلى، عمره ما دار جبهته الاتجاه ديال القبله، هو كيقول لك ما كيخافش الله، خصك تخاف منه. ونعاودوا نديروا واحد المقارنه اخرى. سمعوا معايا شنو كيقول على هذه السيده. السيده هذيك السيده هو متيله كنشري لها 2 باكيات ديال الكارو وفات وصل في العشيه كنقول زيدني واحد، هي 3 الباكيات ديال الكارو، يعني 3 الباكيات ديال الكارو في النهار. تخيلوا معايا. ودابا شوفوا معايا شنو كيدير معاها قدام المحكمه. كانت امسيخيط نوض دوز بوس لا راس، امسيخيط زيد بوس لا راس، بوس لا راس. والخلاصه الاخوان ديال هذا الشيء كامل، هذا السيد هذا الا مشى حتى ما ضرباش بواحد التعليقه لبرا راه غادي يدخل الحبس عاجلا ام اجلا، حيت الكذوب طريقه قصيره وغادي يحصل خصني نرجع الصوره ديالي بعدا الاولى مع المغاربه كلشي يعرفني، وديك الساعه غنبداو نطردقوا في الفلوس. فهمني انا فهم
خاصك تفهم لي زيطاب اللي باغي ندير، فهمتي؟ السلسله ماشي مشكل. العائله ديالك